Hello my students, my name is Dr. Marwa Stawi and this is my channel. My channel is named Dr. Marwa Stawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about exercises on lesson 2. النهارده يا ولاد هنحل مع بعض الاكسرسايزز بتاعت كتاب المعاصر exercises on lesson 2. ركزوا بقى معايا كده يا ولاد. Number 1 liquid have definite نقط. احنا قلنا ان الليكويد بيبقى ليه حاجه ثابته. الليكويد والسوليد والجاز قلنا بيبقى ايه، هنقارن بينهم من حيث الشيب اند فوليوم. تمام، تعالى معايا كده قبل ما نحل السؤال ده نفهم الحته دي. هشرحها لكم بكل بساطه يا حبايبي، بس ركزوا معايا. مش انا عندي حالات الماده عباره عن سوليد وليكويد وجاز؟ انا عايزه اشوف اقارن بينهم من حيث ايه، من حيث الشيب ومن حيث الفوليوم. بس هشوف ايه اللي ليه فيهم فيكسد شيب وفيكسد فوليوم او ديفينيت. فيكسد او ديفينيت نفس المعنى، ان هو بيبقى ثابت، يبقى فيكسد شيب وفيكسد ايه، وفيكسد فوليوم. طيب مين السوليد ليه فيكسد شيب ولا لا؟ ليه فيكسد شيب. وليه فيكسد فوليوم ولا لا؟ ليه فيكسد فوليوم. طيب الليكويد ملوش فيكسد شيب ولكن ليه فيكسد فوليوم. طب الجاز ملوش فيكسد شيب ولا ليه فيكسد فوليوم. نفتكر الترو والفولس دي يا ولاد. يبقى السوليد اتنين ترو، والليكويد واحده فولس وواحده ترو. طب الفولس دي بتاعت ايه؟ بتاعت الشيب. طيب والجاز ليه اتنين فولس. يعني no definite shape and no definite volume. ملوش الاتنين. خلاص كده سهله يا ولاد. تعالوا بقى نحل السؤال. liquid have definite ايه؟ definite volume زي ما احنا قلنا. but their shape is not definite. ملوش شكل ثابت. طيب نمبر 2. طبعا احنا شرحنا الكلام ده كله في الليسون نفسها في الدرس. الفيديو ارجعوا الفيديو الشرح عشان تفهموا الدرس ده كله يا ولاد لو انتوا مش فاهمين. طيب both نقط and نقط are solids as they have definite shape and volume. عشان هما بيبقى ليهم شيب وفوليوم محددين فيكسد ثابتين. يبقى ايه هنا يا ولاد؟ الوود والاكسجين؟ لا طبعا الاكسجين ده جاز هو مش سوليد. طب الوود والايرن؟ يا مس الوود سوليد والايرن سوليد. يبقى هي دي يا مس صح يا ولاد. يبقى وود اند ايه، ايرن. لكن هنا الميلك والايرن ده ليكويد وده سوليد، وهنا ده ليكويد وده جاز. فيبقى دول لا ودول لا. يبقى مفيش حاجه عندي صح غير هي الوود والايرن. Number 3. One of the substance that doesn't take the shape. One of the substances that doesn't take the shape of its container is ايه؟ يعني واحدة من المواد اللي جاية دي اللي هيقولها لك في الاختيارات ما بتاخدش شكل الكونتينر. احنا قلنا يا ولاد في حاجتين بياخدوا شكل الكونتينر اللي هم مين؟ الليكويد والجاز. ركز معايا كده. احنا قلنا اللي بياخد شكل الكونتينر الليكويد
والجاز، الاتنين دول بياخدوا شكل ايه؟ الكونتينر. يبقى take the shape of their container. خلاص، يبقى الليكويد والجاز الاتنين مع بعض take the shape of ايه؟ of the container. طب هل يا مس السوليد بياخد شكل الكونتينر؟ لا طبعا، لان السوليد لو انا عندي بيكر والبيكر ده فيه مكعبات تلج مثلا، ايس كيوبس، الايس كيوبس اهي اهي، هل الايس كيوب دي خدت شكل الكونتينر؟ لا طبعا. لكن لو انا عندي بيكر وفيه ووتر والميه ماليه كل الجزء ده، طب الميه هتبقى واخده نفس السكوير شيب بتاع الكونتينر؟ يبقى تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر. نفس الكلام للجاز، الجاز اصلا بيبقى fill to complete the container، بيملى الكونتينر كله. طب بياخد شكل الكونتينر يا مس؟ طبعا بياخد شكل الكونتينر. فهمناها كده؟ يبقى one of the substances that doesn't take the shape of its container is، هدور بقى اشوف حاجة solid. بص بقى معايا كده، الووتر ليكويد، الجازولين ليكويد، طب الاويل ليكويد، الوحيد اللي مش ليكويد هو الكوين. يبقى ده ايه؟ هو ده السوليد، هو ده السوليد. احنا قلنا كل ما هو ليس سائل وليس غاز بيكون ايه؟ بيكون سوليد. both نقط and نقط take the shape of their container. يبقى تاني يا ولاد، ايه بقى اللي هياخد شكل الكونتينر؟ احنا قلنا الليكويد والجاز بياخدوا شكل كونتينر، هدور بقى على الليكويد والجاز. الاير والبلاستيك؟ لا، البلاستيك ده سوليد مش هختاره. طب ووتر واير؟ انا عايزه ليكويد وعايزه ايه يا ولاد؟ وعايزه جاز. الاير ده جاز؟ يبقى فاضل ايه يا مس؟ يعني مش فاضل حاجه يا مس، هو ده، هي دي الاجابه يا مس. نمبر بي. نمبر ايه؟ نمبر بي. طب ينفع الوود والاير يا مس؟ لا طبعا، ده سوليد يبقى لا. وعندي البلاستيك ده سوليد برضه يبقى لا. gases have نقط shape and volume. يبقى الغازات يا ولاد بتاخد definite shape و definite volume؟ لا، احنا قلنا ملهاش ولا definite shape ولا definite volume لما شرحنا وقلنا ان هي 2x. الجازز عبارة عن 2x، no definite shape و no definite volume. ادور عليها بقى no definite و no definite، يبقى هي نمبر بي. طيب نمبر 6، particles of نقط are very close to each other. احنا قلنا اللي very close to each other بتبقى ايه؟ بتبقى السوليد، الجزيئات بتاعتها بتبقى ايه؟ متماسكه جدا. طيب فين هنا السوليد؟ الجولد سوليد يا مس؟ يبقى هتبقى الاجابه هي السوليد، هي الجولد، لان الجولد سوليد. طب الستيم يا مس؟ لا، الستيم ده بخار جازز. طيب الميلك ده عباره عن ليكويد، يبقى لا، انا عايزه السوليد، بدور على السوليد. الاكسجين جاز برضو لا، يبقى هي الاجابه جولد. طيب يا ولاد نمبر 7، particles of all the following substance. يعني الجزيئات بتاعت المواد كلها اللي عندي have a lot of energy، عندها طاقة كبيرة. احنا قلنا اللي عنده lot of energy مين يا ولاد؟ مين فاكر؟ البارتكلز اللي عندها lot of energy. برافو عليكم، الجاز. طيب يبقى كل المواد دي عندها lot of energy، يبقى هيديني كل الاختيارات جازز ما عدا واحدة بس مش هتبقى جاز، هتبقى يا اما ليكويد يا اما سوليد، هي دي اللي انا هختارها. خلاص، يبقى هدور هنا على الايه؟ على السوليد. الووتر فيبور سوليد؟ لا. الكربون دايوكسيد سوليد؟ لا. كل دي جازز اهي، والجازز قلنا بتاخد لوت اوف انرجي، والووتر فيبور برضو بتاخد لوت اوف انرجي. يبقى هي مين يا حبايبي؟ هي البلاستيك، يبقى اكسبت بلاستيك. طيب نمبر 8، the shape of نقط is fixed as it is نقط matter. لحظة بقى، أنا عايزة الشيب يكون فيكسد. الفيكسد شيب يا ولاد خدناها في حالة مين؟ في حالة السوليد، قلنا 2 صح؟ مش احنا قلنا الاثنين ترو، definite shape و definite volume. طيب يبقى the shape of نقط is fixed، يبقى أنا هدور على مين؟
هدور على السوليد صح؟ يبقى أنا هنا أختار حاجة سوليد وأقول عليها إن هي سوليد ماتر. يبقى إيه هنا السوليد؟ هل الجولد يا ميس مع الليكويد؟ لأ، هي المفروض جولد مع سوليد، يبقى دي لأ. ووتر مع ليكويد؟ لأ، دي ليكويد دي ليكويد، لأ أنا عايزة حاجة سوليد، دي جاز، لأ يبقى هي دي الجولد والسوليد. ماشي يا ولاد؟ طيب oil takes the نقط of its container. oil takes the shape، برافو عليكم، the shape of its container عشان هو ايه؟ هو liquid، وقلنا الليكويد بياخد شكل الكونتينر. if we pour an amount of milk، يعني لو احنا صبينا if we pour an amount of milk، يعني لو احنا صبينا كمية من الايه؟ من الحليب، الملك يبقى liquid يا ولاد ركزوا. from a container to another، from a container to another one that has a different shape to the shape of milk will نقط and its volume will نقط. يبقى انا عايزة اشرح اشوف الشيب بتاعه هيبقى ايه والفوليوم هيبقى ايه. ببساطة خالص من غير ما اقرا باقي السؤال خالص، سيبك من كل الكلام ده، سيبك من كل الكلام ده خلاص. انا هاجي على الكلمة دي to the shape of milk. الشيب اوف ميلك هيتغير، احنا قلنا الشيب اوف ميلك ايه؟ will change، هيتغير، لكن الحجم بتاعه فيكسد. مش احنا قلنا كده؟ احنا قلنا واحدة بتبقى غلط وواحدة بتبقى صح. يعني ايه واحدة غلط واحدة صح؟ واحدة الشكل مش ثابت، يبقى هيتغير ولا لأ؟ هيتغير، يبقى تشانج. هدور على كلمة تشانج. أولا دي غلط ودي غلط، ليه؟ لأن هنا بيقول لي نوت تشانج، لا أنا عايزة إن الشيء هيحصل له تشانج، هيبقى نوت فيكسد. نوت فيكسد دي يعني ما اتغيرش، ثابت، يبقى تشانج. نوت فيكسد دي يعني إيه؟ يعني حاجة مش ثابتة، يعني بتتغير، تشانج. يبقى the shape of milk change and its volume will not change لأن الفوليوم fixed. لأن الفوليوم إيه يا ولاد؟ fixed. أنا عاملة عليه صح على أساس إن هو fixed. To measure the length of a table we can use a نقط. يبقى عشان أقيس الطول، إحنا قلنا يا ولاد الحاجة الأداة المستخدمة في الطول هي حاجتين، قلنا الرولر وقلنا إيه كمان؟ وقلنا الميجرنج تاب. choose from column B to column A. الملك يا ولاد احنا قلنا الملك عبارة عن ايه؟ ليكويد. طب يا ميس الليكويد بالنسبة للموفينج الليكويد بيتحرك ازاي؟ احنا قلنا بيتحرك بطاقة أقل. يبقى احنا قلنا الليكويد هيتحرك بليس انرجي. ادور على هنا ليس انرجي، مفيش غير ميديوم انرجي، يبقى هي دي، يبقى نمبر بي. نمبر بي. طيب الاير، الاير عبارة عن جاز صح؟ طيب الجاز ده يا ولاد قلنا ان هو بيتحرك بسهولة، يبقى its particles move very freely. ليه؟ هو ده الجاز، يبقى نمبر سي. يبقى نمبر 2 مع نمبر سي. طب الوود يا ولاد اللي هو السوليد، احنا قلنا السوليد بيبقى باجد تايتلي، برافو عليك، هو باجد تايتلي، بيبقى مغلق بإحكام يعني. يبقى هنا نمبر ايه. تعالوا معايا كده put true or false. air forms of matter air forms all forms of matter have volume. هل كل الماتر بيبقى ليه فوليوم؟ كل المطر بيبقى ليه فوليوم. هل بيبقى ليه كتلة؟ احنا قلنا اصلا المطر هو اي حاجة او it is the something that has a mass and has a volume. يبقى هل كل المطر يا ميس ليه فوليوم؟ ليه فوليوم، يبقى يس، يبقى ترو. طيب الليكويد خلي بالك اقول لك على حاجة، all forms of matter هو ما يقصدش بالفورمز، ما يقصدش بالاول فورمز الستيتس، ما يقصدش بيها الستيت اللي هي سوليد وليكويد وجاز، لان في واحد كده هيجي يقول لي ايه؟ طب يا مس all forms of matter has volume. طب ما الجاز ملوش فوليوم يا مس، has no definite
volume وهاز نو definite ايه shape، ملوش شكل ثابت وملوش حجم ثابت، بس ليه حجم يا حبايبي، يعني الجاز برضو ليه حجم. وهنا بيقول لك كل الحاجة اللي أنا بشوفها وأشمها وأحسها بتبقى مادة، صح؟ طيب الحاجة دي بيبقى ليها فوليوم؟ بيبقى ليها فوليوم، حتى لو الجاز ملوش فوليوم ثابت، يعني بيتغير، هو ليه فوليوم بس بيتغير، يبقى دي true. Liquids don't take the shape of the container that they are placed in، يعني الليكويدز ما بتاخدش شكل ايه الكونتينر that they are placed in اللي بيتحط فيها، لا الليكويد بياخد شكل الكونتينر، يبقى دي false. طيب both gold and milk، يعني السوليد والليكويد have definite shape، لا طبعا لان الليكويد مش ملوش شكل ثابت. طيب gases keep their shape and volume whatever the container changes، يعني بيقول لك الجاز بيحفظ شكله، ماشي، بيحفظ الشكل بتاعه، يعني بيبقى الشكل بتاعه ثابت، والفوليوم كمان بيبقى ثابت whatever the container changes، حتى لو الكونتينر نفسه اتغير، لا طبعا احنا قلنا ان هو نو ديفينيت، ملوش شكل ثابت ولا حجم ثابت، وما اقدرش اقول ان هو بيحتفظ بشكله ولا بالفوليوم بتاعه بالحجم. while transferring water، يعني لما الميه بتنتقل from one pot to another، من مكان لآخر، its volume will change، هل الفوليوم يا ولاد هيتغير لما المية تنتقل من مكان لمكان تاني؟ طبعا لا. لو انا حطيت في كوباية حبة ووتر ونقلتهم في كوباية تانية، هل حجمه هيتغير؟ لا، لو انا نقلت نفس الكمية نفس الحجم هيفضل ثابت. طيب particles of water can move freely، طبعا more freely دي احنا خدناها فين؟ في الجازز، مش في الليكويد، خلي بالك. then the particles of water vapor، طبعا لا، المفروض water vapor هي اللي بتبقى free than particles of water، هو الليكويد، هي false. number 6 false. طيب number 7 particles of all matter are in a continuous motion، يعني الجزيئات بتاعت المادة بتكون في continuous motion، في حركة مستمرة، خدناها يا مس، صح، true، برافو عليك. طيب light and sound، احنا قلنا في حاجات ما تعتبرش مطر، ما تعتبرش مادة، زي مين؟ زي اللايت والساوند، اللي هو بيقول لك هنا it is a form of matter، لا تعتبر مطر. طيب الليكويد بارتكلز move freely more than solid particles، يعني الليكويد بتتحرك في حرية أكبر من السوليد بارتكلز، هل الكلام ده صحيح يا حبايبي؟ لا، ما تقولوش الإجابة غلط. الليكويد بارتكلز بتتحرك أسرع من السوليد، أسرع من السوليد، صح، الإجابة صح. هو مش أسرع من الجاز، لكن هو أسرع أو بيتحرك بحرية أكبر من السوليد، صح. طيب جازولين takes the shape of its container، يعني البنزين يا ولاد بياخد شكل الكونتينر. هو البنزين ده إيه؟ قولوا معايا كده، ليكويد. ليكويد يا مس. takes the shape of its container، بياخد شكل الكونتينر، صح. خليك معايا، ما تروحش في أي حتة، خليك معايا مركز، عشان الأسئلة دي مهمة جدا وبتيجي كلها في الامتحانات. طيب two equal amounts of sugar، يعني لو عندي كميتين متساويتين من مين؟ من الشوجر اند سولت. يعني ايه شوجر اند سولت؟ يعني السكر والملح. can't take up the same space at the same time، خدناها في النوتس يا مس، في آخر درس خدناه إن مستحيل يكون عندي مادتين بياخدوا نفس المساحة من الفراغ في نفس الوقت، مستحيل في the same space at the same time. يبقى الإجابة صح ولا غلط؟ هو إيه هنا؟ cannot، يبقى صح، مستحيل. cannot يعني مش ممكن تحصل.
يبقى دي إجابة true. إجابة إيه يا ولاد؟ true. طيب write the scientific term of each of the following. Number 1. The state of matter that has definite volume and shape. يعني ايه هي الحالة؟ خلي بالك ان هو بيقول هنا the state of matter. the state يعني ايه يا حبايبي؟ يعني حالة المادة that has definite volume and shape، اللي بتاخد حجم ثابت وشكل ثابت، اللي ليها الاتنين. احنا قلنا الاتنين صح عند مين؟ عند السوليد، يبقى دي ايه؟ سوليد. الحالة هي السوليد. The state of matter that is characterized by having a definite volume but it doesn't have a definite shape. يعني ايه هي الحالة من المادة اللي بتتميز ان هي بتاخد حجم ثابت ولكن الشكل مش ثابت؟ يبقى الليكويد طبعا. قلناها واحدة صح وواحدة غلط، يبقى ايه؟ يبقى الليكويد. طب substance، المواد that take the shape and the volume of their container. ايه المواد اللي بتاخد شكل وحجم الكونتينر؟ احنا قلنا الاتنين بياخدوا شكل الكونتينر، كنا بنقول الليكويد والجازس صح؟ هنا بقى ايه المواد اللي بتاخد الشكل والحجم بتاع الكونتينر؟ الشكل والحجم اللي هي بتبقى فولي كومبليتد ذا كونتينر، يعني بتملى الكونتينر لحد الاخر، يبقى ده ايه؟ جايز. يبقى الاجابه عندي هي جازس. جازس لان هو قايل لي substances، يبقى هقول له جازس. طيب the state of matter that has a lot of spaces between its particles. يعني حالة من المادة بتاخد a lot of spaces، يعني بتاخد مكان كبير أو فيها فراغات كبيرة، يعني بيبقى بين الجزيئات وبعضها، بين البارتكلز وبعضها a lot of spaces between its particles. نمبر 4 يبقى هي الجازس. برافو عليك. احنا قلنا اللي كلوزلي تايتلي لبعضها هي السوليد، اما الليكويد بتبقى ايه؟ مور فريلي شويه، والمور فريلي واللي هي فيري فيري فريلي وبتاخد فيها الوت اوف سبيس والوت اوف انرجي، تعتبر مين؟ تعتبر الجازز برضه. برافو عليك. طيب the tool used to measure the length of a wall. يعني الأداة اللي بستخدمها عشان أقيس طول الجدار، عشان أقيس إيه؟ طول الجدار. إيه هي الأداة اللي بستخدمها عشان أقيس طول الجدار؟ إحنا قلنا إن أنا أقيس اللينس، ركز معايا، إن أنا أقيس اللينس يبقى ده مين؟ الميجرنج تاب أو الرولر صح؟ خلينا نكتبها الميجرنج تاب. ميجرنج تاب. طيب the tool used to measure the ايه؟ the temperature. يعني ايه temperature؟ يعني درجة الحرارة. يبقى درجة الحرارة هيقيسها ايه؟ الترمومتر. برافو عليكم، ده الترمومتر. ترمومتر. يا حبايبي ها كومبليت بقى، نيجي لأسئلة الكومبليت. كومبليت the following sentence. water لا مين نمبر 1؟ نمبر 1 states of matter are، احنا قلنا ايه؟ solid وليكويد وجاز، دي الحالات بتاعت المادة. in the نقط matter. in the نقط matter. ها عايز يعرف هو solid ولا liquid ولا جاز. the volume and the shape don't change. الاتنين ما بيتغيروش، يعني الاتنين ثابتين. don't change يعني fixed. ركز. don't change يعني ايه؟ يعني fixed. ايه هي المادة اللي ليها الفوليوم والشيب ثابتين؟ الاتنين يبقوا صح. الاتنين صح. قلنا عند مين؟ عند السوليد. برافو عليك، شرحناها في أول الفيديو ده. طيب water is a matter in نقط state. يبقى المية is a matter in نقط state.
أكيد in liquid state، برافو عليك. in liquid state يعني في حالة سائلة. while water vapor water vapor بخار المية يبقى gas state. طيب اللي بعده number 4 matter that takes the shape of its container but its volume can't be changed is ايه يا ولاد؟ is liquid، برافو عليك. اللي بياخد شكل الكونتينر والفوليوم بتاعه ما بيتغيرش، خلي بالك الفوليوم بتاعه فيكسد بس بياخد شكل الكونتينر. يعني ايه بياخد شكل الكونتينر؟ بياخد شكل الإناء أو البيكر اللي هو محطوط فيه. يبقى ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ عن الليكويد. نمبر 4 عبارة عن الليكويد. طيب خليك مركز معايا، ما تروحش في أي حتة، ركز معايا. We can measure the نقط of a pen. يعني احنا نقدر نقيس نقط of a pen by using a ruler. يبقى هقيس ايه يا ولاد؟ temperature مثلا. هنقيس ايه؟ الماس؟ لا طبعا، يبقى هقيس اللينس، هقيس الطول بالمسطرة. طيب particles of نقط matter are very close to each other. يعني البارتكلز الجزيئات of نقط matter are very close to each other بتبقى قريبة جدا من بعضها. جزيئات أنهي مادة بقى اللي بتبقى قريبة من بعضها؟ السوليد، برافو عليك. طيب نمبر 7 any matter is made of tiny ايه بقى يا حبايبي؟ tiny particles. احنا قلنا الحاجات الصغيرة اسمها جزيئات particles أو جسيمات. The shape of نقط matter doesn't change unless something is happening to change it. يعني شكل أنهي مادة اللي ما بيتغيرش إلا لو حاجة حصلت فيه وغيرته. يبقى الشكل بتاع مين؟ بتاع السوليد بيفضل ثابت. doesn't change معناها إيه؟ doesn't change معناها fixed، برافو عليك fixed. نركز فيها. doesn't change معناها fixed. particles of نقط matter have a lot of energy. احنا قلنا اللي عنده a lot of energy و a lot of spaces الفراغات يبقى ده مين؟ الجاز، برافو عليك ده جاز. يبقى particles of gas matter. بس نبدأ بقى في الجيب reasons. أول حاجة number 1 sugar is a solid matter. ليه السكر عبارة عن solid؟ احنا قلنا السكر عبارة عن solid because it has definite shape and volume. because it has a definite shape and volume. الإجابة هنا يا ولاد على sugar is a solid matter because it has definite shape and matter، عشان ليها فوليوم وشكل ثابتين، عشان كده هي solid. يبقى نتفق اتفاق يا حبايبي، أول ما تلاقي أي مادة يقول لك عليها ليه هي solid لازم أقول إن هي ليها fixed shape and volume. خلاص؟ ده اتفاق بيني وبينكم كده. ممكن يجي لي بدل السكر سولت، ممكن يجي لي بدل السولت جولد، وممكن يجي لي ايرن. ليه هو solid matter؟ هنقول لأن ليه شكله وحجمه ثابتين. it has definite shape and volume. definite shape and volume. Number 2 wood has definite shape and volume. ليه الخشب has definite shape and volume؟ هو عكسها لك هنا بقى. ليه الوود الخشب ليه شكل وحجم ثابتين؟ هقول عشان هو solid، بس هو عكسها لك بقى. يبقى نتفق كده اتفاق has definite shape and volume. الإجابة بتاعتها عشان هي solid. طب لو قال لي ليه هي solid هقول عشان ليها definite shape and volume. خلاص حبايبي؟ طيب oxygen has no definite shape and volume. ليه الأكسجين؟ عشان الأكسجين تعتبر إيه؟ جاز ماتر، برافو عليك. يبقى بيكون جاز ماتر. طيب البارتكلز of a piece of iron are very close to each other. ليه البارتكلز قريبة جدا من بعضها في حالة السوليد؟ ليه؟ في حالة الايرن يعني لأن الايرن تعتبر solid matter، يبقى because it is a solid matter. طيب water has different shapes when it is placed in some container that have different shapes. يعني ليه المية بتاخد أشكال أو ليها أشكال مختلفة
when it is placed لما بتتحط في containers that have different shapes. لما بتتحط في containers ليها أشكال مختلفة، يبقى هقول because it has no definite shape and takes the shape of its container، لأن هي ملهاش شكل محدد ولكنها بتاخد شكل الكونتينر. What happens to the shape of water if we put 3 equal amounts of water in 3 different containers؟ يعني ليه شكل المية، ايه اللي هيحصل لو لشكل المية؟ خلاص، لو احنا حطينا 3 كميات متساوية من المية في different containers، يعني يعني في كوبايات مختلفة مثلا، طيب يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش هي هتاخد، مش الووتر هياخد شكل الكونتينر، يبقى هنقول it will take the shape of each container. سهلة اهي، it will take the shape of each container. طيب the volume of a coin، يعني حجم الكوين if we move it from a cup to another cup، لو احنا نقلناها من كوباية لكوباية تانية ايه اللي هيحصل للحجم بتاعها؟ احنا قلنا الحجم ايه؟ fixed، ثابت، definite volume، لان الكوين دي solid، صح؟ يبقى it will not change، يعني هي مش هتتغير. طيب the shape of water if it is changes into ice، يعني نمبر 3، احنا في نمبر 3 دلوقتي، ما تتوهوش مني يا حبايبي، احنا في نمبر 3. the shape of water يعني شكل المية if it changes into ice، لما بتتحول إلى ثلج ايه اللي هيحصل؟ الشيء هتاخد شكل ثابت، ايوه هتاخد شكل ثابت، لان السوليد الايس ده عباره عن ايه؟ عن سوليد، والسوليد ده هياخد شكل ايه يا حبايبي؟ ثابت. يبقى it will have a definite shape، it will have a definite ايه؟ a definite shape. study the following and put ايه؟ true or false. 3 states of matter. احنا قلنا الماتر الاولاني ده، مين يقول لي ده ايه؟ ده سوليد، ده سوليد يا مس، برافو عليك. طيب التاني اسمه ايه يا حبايبي؟ اسمه ليكويد، صح؟ اللي بيبقى قريبين الى حد من البارتكلز يعني، لكن هنا البارتكلز بعيدة خالص عن بعضها، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها جاز. طيب figure number 1 represent solid matter، صح ولا غلط؟ صح، يبقى دي solid matter، برافو. ها number 2 represent liquid matter، صح، برافو. طيب by increasing the spaces between the particles of figure 2، لما نزود المسافات اللي بين البارتكلز في الليكويد، this matter changed into solid state، لما بوسع الفراغات هتتحول لجاز، طبعا هتتحول إلى جاز not solid، دي هتبقى جاز، المفروض تبقى جاز، يبقى دي false. خلاص. طيب particles of figure 1 have more energy، يبقى particles of figure 1 اللي هو السوليد have more energy than particles of figure 3، طبعا غلط، أكتر واحدة بيبقى ليها more energy هي الجازز، يبقى figure number 3 بتبقى أكبر من number 1، دي كمان كده نكون خلصنا exercises on lesson 2، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد هنشرح فيه lesson 3 إن شاء الله، اللي هو بعنوان Particles of Matter. تابعوا معانا القناة، اللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك، يعمل سبسكرايب ويعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من زمايلكم ويستفيدوا يا حبايبي. وما تنسوش تذاكروا كويس، ولو استفدتوا من الفيديو ده لايك يا شباب، ماشي؟ يلا باي باي، إلى اللقاء في فيديو جديد، باي.